السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. هشارك معاكم يوم النهاردة وهعمل معاكم الفطار. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. طبعا زي ما شفتوا كل حاجة كنا مخزنينها مع بعض. طلعتها كده قبلها يعني من الظهر كده طلعتها عشان خاطر تفك براحتها. هسيب بقى كل الحاجة دي تفك براحتها خالص واعمل العصير واجهز الحاجة اللي ممكن تاخد معايا وقت. طلعت كده منجة وضربتها زي ما انتوا شايفين اهو. لو انت بقى هتبلي تمر بليه من بدري وحط له كده اللبن عشان خاطر يتشرب معاكي. وهنا خلاص بقى اهي هسيبه زي ما هو كده. وبعد كده هعمل الحاجة التانية. الحلة دي هي كده يا بنات. مهما تتأكد فيها ما بتنضفش. هعمل بقى الفراخ، هولع على الفراخ عشان خاطر ايه تستوي براحتها خالص. طبعا بعد ما نجحتها مرة واتنين ونضفتها خالص وخليتها نضيفة خالص. هحط بقى انا هعمل في الحلة دي عشان خاطر احط المخروطة فوقها بدل ما اعمل حلة لوحدها للفراخ وحلة لوحدها تانية للمخروط. فانا هستغل يعني الحلة واعمل من تحت فراخ ومن فوق هحط الحلة بتاعت المخروط، فده هتوفر عليا يعني في المواعين. بس هنا خلاص طبعا حطيت الفراخ على صدمة كده. الاول لازم تكون الحلة سخنة جامد. وبعد كده ايه نزلت ببصلتين، نزلت بقرن فلفل، فصين توم، شوية ملح، شوية توابل بقى اللي تحبيه. حطيت كده ورقتين من اللوري وحبتين من القرنفل كده زي ما انتوا شايفين. وحطيت معلقة صغيرة من القرفة. حط القرفة مع رشة صغيرة من القرفة في كل طبخ بتخلي ريحة طبخك جايب من آخر الدنيا. بس هنا خلاص هزود بقى ندعة مية كده عشان خاطر يتشوح براحته. وبعد كده هجهز صينية البطاطس. انا كنت مقطعة بطاطس ومجهزاها ومسيباها كده في مية عشان خاطر ما تسمرش معاكي. وكنت مقطعة بصل برضو. انا ضربت العصير الاول ليه؟ عشان خاطر انا كنت عايزة اضرب طماطم في الخلاط، فانا قلت هضرب العصير الاول عشان لما احتاج الخلاط. وفر عليكي كده في الوقت. يعني مثلا ايه، انت عارفه انت هتعملي ايه. انت عارفه انت هتعملي طبيخ ومثلا هتعوزي مثلا طماطم للطبيخ، للطماطم للتحمير الفراخ، طماطم للشرب. فانت بتقومي مطلعه كميه الطماطم اللي انت هتستخدميه وتضربها مره واحده. انت وانت بتخرطي البصل مثلا للطبيخ، هتخرطي البصل للفراخ، هتخرطي البصل معاكي للفراخ اللي مثلا لأي حاجة تانية هتعملي بها بصل. فانت توفر عليكي كده في الوقت وتقطعي حاجتك كلها مرة واحدة وتعملي حاجتك كلها مرة واحدة، بدل ما تقعدي تقشري بصلاية للفراخ مرة وترجعي تاني تقشري بصلاية لصينية البطاطس مرة وترجعي تاني تقشري بصلاية مثلا المكرونة او كده. فانت لا، قشري كل حاجتك مرة واحدة واشتغلي على طول. مبتاخدش معاكي وقت صدقين. بس هنا خلاص هعمل بقى صينية البطاطس. قشرت كده بصلتين وحطيت عليهم قرن من الفلفل وشوية توم كده حلوين. وبعد كده حطيت شوية فلفل اسمر وشوية ملح على البصل الاول وندعة صغيرة من القرفة. وشوية فلفل اسمر وقلبت ده كله وهرسته كده مع بعضه. نزلي المية اللي في البصل بتديكي طعم حلو لصينية البطاطس. بس هنا خلاص بقى جبت البطاطس اللي انا كنت مكشراها احطها بقى واظبطها برضو واقلبها كده مع البصل ومع الثوم والفلفل والكزبره الناشفه والتوابل اللي انت تحبيها. هقلبها تقليبه كده وبعد كده هنزل بالطماطم. زي ما انتم شايفين انا ضربته كله مره واحده في الخلاط وريحت دماغي. بدل ما اقعد اضرب مره في الخلاط مثلا للطبيخ وارجع اغسل الخلاط وارجع تاني افتكر ان انا لسه هضرب تاني طماطم. لا، انت تضربي حاجتك كلها مره واحده. وانا عملت العصير الاول عشان خاطر كنت عايزه الخلاط زي ما قلت لكم. فقلت اخلص منه واركنه في ريحي، مش هيبوظ يعني مني او كده او هيبرد. لا بالعكس، انت تعمليه وتحطيه في التلاجة شويه. بس هنا خلاص هعمل بقى شوية الصلصة بتاعت الفراخ اللي هحمر بها هحمرها يعني في الفرن بتديها طعم جميل. انا عايزاكي تجربيها وتدعيلي.
بحط شوية زيت كده، وبنزل بشوية توم حلوين زي ما انت شايفة كده لحد ما يحمروا. وبعد كده هنزل بالطماطم او الصلصة زي ما تحبي. هنزل بقى بالطماطم كده واصفيه. لازم تصفي الطماطم يا بنات عشان خاطر بيبقى فيها تفل. لازم تصفي الحاجة كده وتطلعي الحاجة معاكي مظبوط. هتبل بقى الصلصة دي اللي هحمر بها الفراخ. حطيت لها برضو شوية فلفل اسمر، ندعة صغيرة من القرفة. ما تكتريش القرفة في طبيخك عشان خاطر ما تمررش معاك. هي شوية صغيرين خالص بتديكي نفس حلو للطبيخ وبتخليلك طعمه حلو كمان. بس هنا خلاص كده، خلاص معايا البطاطس خلصانة، صينية البطاطس خلصانة، والفراخ على النار، والصلصة بتاعت الفراخ اللي حمر فيها الفراخ برضو على النار. انا حبيت اعمل الصلصة عشان خاطر اركنها، عشان خاطر احتاج العين لحاجة تانية. هنا خلاص بقى هطلع المخروطة كده، هنا خلاص كانت فكة. هطلعها بقى واحطها على في المصفى زي ما انتم شايفين كده، واحطها فوق الفراخ. طبعا بتبص على الفراخ كل شويه. مش معنى كده ان انت حطيت الفراخ وحطيت المصفى فوقها فتسيبي لحد ما المخروطه تطيب معاك، لا. انا بكل شويه بشيل الحله اللي فوق دي، اللي هي المصفى اللي فوق دي، وابص على الفراخ. ولما الاقيها طابت هنشيلها خالص. هنا خلاص طبعا ببص على الاكل كل شويه، وببص على الفراخ. طلعت كذا طلعت كيس كباب كده كان فك برضو. بطلع حاجته كلها مره واحده. فكه كله مره واحده. طبعا بعلق بقى يعني تقريبا بعد العصر على طول، لان كل حاجه اعتبر معايا جاهزه. الفراخ طبعا متاخدش حاجات، متاخدش وقت يعني في السوا. وال 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 والمخروطة برضو ما بتاخدش وقت، والكباب برضو ما بياخدش وقت. كل الحاجات دي ما بتاخدش وقت. عشان كده بقولك التخزين بيوفر عليكي في الوقت. بس هنا خلاص طبعا حطيت الكباب اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت له شوربه. شويه شوربه حلوين كده. وبعد كده حطيت له شويه من التوم، كان فاضل معاه شويه توم. حطيتهم عشان يدي برضو نفس حلو وريحه كده وانت بتطيبي الكباب. وحطيت لها معلقه كبيره من الصلصه، وشويه كزبره، وشويه فلفل اسمر، وندعه صغيره من الملح. بس هنا خلاص هسيب بقى لحد الكباب لحد ما يستوي خالص ويطيب. وبعد كده هحمره في الفرن هو والفراخ. يبقى كده كل حاجه معايا جاهزه. يا دوبك هغسل بس الرز. وطبعا الرز ده انا سايباه لاخر حاجه خالص عشان خاطر يتن معايا سخن. والمخروطه برضو بواخد معايا اهي، هعملها برضو. وهنا الفراخ برضو كطبت معايا. هطلع بقى الفراخ وانشلها لحد ما يجي الوقت، واحمرها في الوقت بتاعها عشان خاطر برضو ما تبردش معايا. هنا خلاص بقى هطلع المخروطة زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا بنعملوها كده مرتين يعني، لحد ما تبوخ وتقلبيها وتبوخ حلو. وبعد كده بتحطها على صينية واسعة كده زي ما انتم شايفين. لو انت عندك لبن بقى، حط اللبن عليه شوية ملح كده صغيرين، وقلبيهم واعملي بقى زي ما هتشوفي كده. بس انا ما كانش عندي لبن الا نتعة صغيرة، سبتها للرز. وعملت كده بشوية مية. هقلبها كده، هعملها كده زي ما انتم شايفين بايدي. لازم تعملها وهي سخنه كده. لو انت مش مستحمله مثلا بايدك، اعملي بالمعلقه. معلقتين كده في ريح بعضهم، واعملي وفكها كده من بعضها. بس هنا خلاص طبعا قلبتها حلو. وطبعا ببص على الاكل اللي حواليا، لقيت الكباب خلاص هينهري معايا، فقمت نشله الاول. وسبت ان سبت الحله اللي بتاعه الشوربه، زودتها شويه. وسبتها كده تغلي لحد ما طلعت الكباب. وبعد كده حطيت المخروطه طبعا مكانها عشان تبوغ برضو. وبس هنا خلاص طبعا نشلت الكباب زي ما شفتوا كده. وهسيبه برضو لحد ما يجي ميعاد التحمير. هدخلهم الاتنين مره واحده، الفراخ والكباب مره واحده يتحمروا. هنا بقى تقريبا كان فاضل نص ساعة على المغرب. قلت بقى اما اغسل شوية رز زي ما انتوا شايفين كده. مسكتهم وغسلتهم مرة واتنين وتلاتة لحد ما نضيفوا معايا وبقوا نضاف خالص. هحط لها بقى ملح، وهحط لها المية وشوية زيت ومعلقة كبيرة من الزبدة او السمنة. وهحط لها نتعة صغيرة من اللبن. لو عايزة تحطي كمية اللبن بقى اللي انت تحبيه. بس هنا خلاص تعتبر كل حاجة خلاص معايا خلصانة. بس هنا بقى هحمر الفراخ. دي التغدية اللي انا كنت عاملاها معاكم. التغدية دي اللي انت بتعملها دي بتدي طعم حلو جو للفراخ، وبتخلي لك طعم الفراخ كده كأنك شويها
على الفحم كمان. لو انت عندك بقى حتة من الفحم مولعاها كده وحطها بعد ما تطلعي الفراخ، اكنك والله بجد بصراحة اكنك مشويها على الفحم، وانتي سلقاها ومستفادة بالشوربة بتاعتها وكل حاجة. هحط برضو شوية زيت عليها كده من على الوش عشان خاطر تديلي لمعة للفراخ، وهتشوفها برضو في اخر الفيديو. طبعا بقى انت بتمشي على بيتك، يعني في ايه بتعملي ايه بتخلي ايه، كل واحد على قده يا بنات، وكل واحد بيعمل الاكل اللي بيريح بيته. بس هنا بقى هحمر برضو الكباب، احط له برضو شويه كده من الصلصه، بيدوله برضو طعم حلو ويديلك لون حلو للكباب في الفرن. عايزه تحمريه بقى في الطاسه زي ما تحبي براحتك انت، انا بديك الوصفه وانت بقى ايه تعملي براحتك انت. انا بحب اشارك معاكم يومي، انا ما بعلمش حد، انا بشارك معاكم يومي ماشي ازاي. بس كده خلاص هحطه بقى في الفرن. وهنا خلاص بعد ما طلع، وهنا برضو الفراخ وخلص يومنا النهارده. شايفين الفراخ اكنك شويه على الفحم، الصلصه بتديها طعم حلو ولون كمان احلى كمان. بس هنا خلاص خلص فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وخفيف عليكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. بس سلام.